تحياتي للجميع، شلونكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. سلوم حداد الممثل السوري القدير المعروف بأدواره التاريخية أكثرت قتل بني بكر بربهم والدراما السورية. لكان سيد راسي لكان بين مطرقة وسندان الممثلين المصريين والسينما المصرية والانتقادات التي تطال ممثليها عن عدم إتقانهم للغة العربية الفصحى. انتقادات كتير كبيرة وردود كبيرة، وبالأخير اعتذر لهم سلوم حداد. فرح نناقش عدد من الأمور اللي صارت بهذا الترند لليومين الماضيين. قبل ما نبلش هذا الفيديو اتأكد أنك تشترك في القناة وتفعل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد. خلينا نبلش. اللغة العربية الفصحى يتقنها عدد بسيط من الممثلين أو الفنانين كما قال سلوم حداد، ولكن عدد أكبر من الممثلين والفنانين المصريين قاموا بانتقاده بسبب هذه اللغة. قد أتقن اللغة العربية الفصحى، ولكن أفضل أن أتكلم إليكم باللغة العامية أو اللغة البيضاء. طبيعي يا جماعة الخير لما تشوفوا ناس بتنتقد ممثل مثل سلوم حداد بناء على كلمة حكاها إنه السينما المصرية قد لا يكون فيها كثير من المتحدثين باللغة العربية الفصحى. هذا موضوع بسيط جدا، لأنه مو كل الناس تقدر تحكي باللغة العربية الفصحى لأنها صعبة، وخصوصا بالتمثيل. وكل من الممثلين المصريين الذين يجيدون اللغة الفصحى عندما يلفظون الجيم جيم. حتى بتصريح سلوم حداد لما قال كله هو أخطأ بدل ما يقول قلة. هذا كان انتقاده البسيط للمتحدثين باللغة العربية الفصحى في السينما المصرية، لأنه هن بيقولوا بدل جميل بيقولوا جميل. ما أجمل الجمال، يقولون أن الجمل سفينة الصحراء. سلوم حداد قامة تاريخية بالنسبة لنا، خصوصا بمسلسلاته البواسل والكواسر والزير سالم وعدد من الدراما كتير كبير شارك فيهم. ولكن كمان نحن ما بننسى التاريخ تبع 2014 لما كان يشوف العنصر على الحاجز ويشوف عيون النصر. طلعت بعين جندي عربي سوري واقف على الحاجة، قسما بالله حسيت انه النصر جاي، والله العظيم. شو يا ابو نجيب؟ شو الشبك؟ الدور كبير ابو نجيب. شو يا لطيف يا لطيف يا لطيف ما احلاه. طبعا نحن ما بننسى، بغض النظر عن انه الثوره السوريه انتصرت، والحمد لله رب العالمين اللي خلانا نشوف جيش وبشار الاسد ساقطين من عيوننا وفي الدوله السوريه. وموقفكم سجلها التاريخ للزمان، ولكن نحن حاليا بنحب نذكر المشاهد بانه نحن بنعرف التاريخ كثير منيح، ان كان سياسي وان كان درامي. الا اذا كان مثلا في صعوبه عند الاشقاء المصريين. ببداية الحديث تبعهم قال انه في صعوبة بالاشقاء المصريين بالحديث باللغة العربية الفصحى، وتأثيره على هذا الموضوع هو انه عدم اتقانهم للغة العربية الفصحى. منهم عبد الله غيث الله يرحمه، منهم نور الشريف الله يرحمه. طبعا من ضمن انتقاده، ولكن استذكر عدد من الاشخاص المعروفين بلغتهم العربية الفصحى، الممثلين المصريين اللي كانوا بيتقنوا اللغة العربية الفصحى بالدراما نفسها. اما معظم الممثلين الذين كنا نشاهدهم في الاعمال، وماذا تتفعل في هذا الوقت؟ يا أخي لا يستقيم، يا أخي والله لا يستقيم. وماذا جئت تفعل في هذا الوقت؟ هذا المقطع صحيح ممكن تشوفوا بهاي اللقطة الدرامية من أحد المسلسلات أو الأفلام المصرية. ما هذا لكم برأي؟ أنا رجل أنا من نجد. ما هذا لكم برأيي؟ من الرجل؟ يعني هاي اللغة العربية الفصحى بتقال ما هذا لكم برأيي. من الرجل؟ في فرق بين الجيم والرجل، فهي المشكلة اللي عم يحكي عليها. فإن دعوته ستخرج من وراء الباب. فإن دعوته ستخرج من وراء الباب. نرجع ونحدد نقطة معينة اللي هي الجيم. الجيم هي اللي مخربة هذا المشهد بشكل كامل. لنخرجنه من بيننا وننفيه من بلادنا. لنخرجنه من بيننا وننفيه من بلادنا، يعني لو كانوا قايلين لنخرجنه من بيننا وننفيه من بلادنا فصارت بشكل أفضل. وفي تصريح سابق لسلوم حداد بيقول فيه إنه الدراما المصرية بحاجة للممثلين السوريين ليشاركوا معهم في أعمالهم الدرامية. شو رأيك باستعانة الدراما المصرية بنجوم سوريين في الفترة الأخيرة؟ هن بحاجة للدراما السورية، يا وإلا ليش لا ياخذوا جمال سليمان وأيمن زيدان وحاتم علي و إلى آخره. لدرجة أنه الممثل السوري قد يتقن اللهجة المصرية ويتحدث بها ضمن الأفلام والمسلسلات، ولكن قد يجد صعوبة بعض الممثلين المصريين بتحدث اللغة العامية السورية وليست الفصحى. فالخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم. سلوم حداد بالخيل والليل والبيداء تعرفني، أو الخيل والليل والبيداء تعرفني. طبعا موضوع التشكيل جدا هام يا جماعة الخير. كثير من الناس بتقول إنه سلوم حداد من أكثر الأشخاص المتحدثين باللغة العربية الفصحى،
وفصيح جدا. وعدد من الفنانين المصريين ما أثار لهم الانتقاد إساءة، لأنه اعتبروا أنه في عدد كبير عن جد من الممثلين المصريين ما بيعرف يحكي لغة عربية فصحى. ايوه عنده حق، في ناس كتيره ما يعني ليه انتوا يعني ليه بنقلب الحكايه بحساسيه شديده؟ تماما. يعني انا انتقد بعض الاخطاء الموجوده في الدوله السوريه، بيجيني واحد بيقول لي انت شبيح لبشار الاسد، لا انت مكوع ما شاركت بالثوره السوريه. انتقادي ما بيعني انه انا ضد الدوله، بالعكس انا بحاول اوجه انظار الدوله على هذا الخطا لحتى تتفاداه في المرات القادمه او تحاول تصلحه ذات نفسه. وهي الممثله عم بتقول نفس الموضوع، انتوا ليش حساسين من موضوع زياده عن اللزوم؟ الزلم انتقد بعض الاخطاء الموجوده وهي اخطاء فعليه تحدث في السينما المصريه. انت بتعرفي نحو وحيث ان وان والفتحه بتفتح ايه والكسره. هو الراجل بيتكلم على الناس اللي بيتكلموا لغه عربيه فصحى. هل عندك هاي القدره على هذا الموضوع؟ قالت لا ببساطه يعني اذا كانت المذيعه لا تستطيع التحدث باللغه العربيه الفصحى فما عتب على الفنانين. من قال إن المصريين لا يجيدون العربية الفصحى بسبب نطق الجيم في لهجتهم. والله يا عزيزتي مشكلتنا ليست أبدا في إتقانكم للغة العربية الفصحى، فهناك الكثير من المتحدثين بها، ولكن الجيم تؤثر على اللغة العربية الفصحى. الجيم المصرية جزء أصيل من لهجتنا المحلية، واحنا برضو بنحب لهجتكم المحلية وبنحب الجيم بتاعتكم، ولكن احنا اليوم بنتكلم عن مشكلة حصلت بسبب انه الفنان سلوم حداد انتقد اللغة المصرية وقال فيها انه الفنانين المصريين ما بيعرفوش ينطقوا اللغة العربية الفصحى بسبب مشكلة حرف الجيم. في شخصية ممثلة اسمه حسن الرداد طلع وهو عم يلعب رياضة وعم يحاول يوجه رسالة وهو ينتقد بشدة عالم السوشيال ميديا ويصفه بالغابة. إننا نعيش في غابة تزخر بالوحوش. عزيزي حسن الرداد، ما بعرف إذا أنت بتعرف أو ما بتعرف، ولكن إنك تعيش في غابة تزخر هي بالذال وليست بالزال. يعني إذا حاولت تنتقده لسلوم حداد إنه عم بيقول إنه أنتم ما بتعرفوا تحكوا لغة عربية فصحى فأنت أخطأت فيها أول وحدة. غابة تزخر بالوحوش. بالذال، في ذال بعلمها لأولادي دايما، في راء وزال وفي دال وذال، تمام؟ وأشكر تلك القضبان على أن عزلتني عن هذا العالم. أشكر تلك القضبان حبيبي، القضبان قضبان ما بعرف والله. يعني نحن بنحكي في نفس المشكلة، انه انت عم بتحاول توصل رسالة لسلوم حداد، بس على ما يبدو رسالتك وصلت بشكل واضح وصريح انه كلامه صح. عدد من الانتقادات كبيرة يا جماعة الخير توجهت لسلوم حداد، ومن بيناتها بعض الاشخاص اللي طلعوا نادوا ببعض المواضيع بوستات على الفيسبوك ومنشورات على حساباتهم الشخصية. وبتقول حسني صالح بيقول مصر منبع الفن واللغة وكل شيء، كل الحب والاحترام والود للشعب المصري على احتضانه للشعب السوري وعلى تاريخهم من الحضارة الكبيرة. نحن ما عم نحكي على هذا الموضوع ولا نتمنى الإساءة لمصر ولشعب مصر وللغتها وتاريخها بشكل كامل، ولكن الحديث هو عن فئة معينة من السينما والفنانين المصريين لا أكثر ولا أقل. رانيا ياسين من أفضل التصريحات والردود على سلوم حداد، قالت لا لو علي يعني لو على، هي على بدون نقطتين، اللغة العربية، طبعا هي حاطة اللغة والعربية بدون نقطتين فوق التاء المربوطة. طبعا نحن بنحاول ننتقد سلوم حداد لأنه سلوم حداد قال إنه نحن ما بنعرف نحكي عربي، ولكن بالانتقاد تبع سلوم حداد نحن مخطئين باللغة العربية لحد الآن بثلاث أخطاء. معلش يا سلوم حداد، باللغة العربية الفصحى بنقول لك بلاش تقول كده تاني، بلاش. عمرو محمود ياسين، الناس بس اللي بتدافع، يعني قلتوا يرضيكم انه هو قاعد يتريق علينا والناس تضحك. هو صار في خلاف بين المصريين ذات نفسهم انه كيف انتم بتدافعوا عن سلوم حداد وموقفه بانتقاده للممثلين المصريين، وهو انه قال ما بيعرفوا يتحدثوا اللغة العربية الفصحى، وبنفس الوقت انتم عم تضحكوا علينا وبتخلوا الناس تضحك علينا. أما بالنسبة لي أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية كاتب يا أيها الرجل المعلم غيره هلا لنفسك كان ذا التعليم. رد عليه سلوم حداد أنا ما دخلني في الموضوع، أنا بحاول بس أشرح لكم المشكلة الحاصلة بيناتكم. يعني معلش هو الموضوع منافسة مو بس بالبوستات ونحكيها، بحكيها نطقا وكتابة وتصريحا. أحمد حلمي قال يا جماعة الخير هو احنا لو اعترفنا إنه كلام سلوم حداد صح نبقى مش وطنيين وما بنحبش البلد؟ يا سيدي هات لي مسلسل عملناه بالفصحى في آخر 10 سنين. مين عندك من نجوم الصف الأول بيعرف يتكلم فصحى؟ طب تخيل محمد رمضان نمبر 1 وإنه بيتكلم لغة عربية فصحى. من ضمن المقاطع اللي استشهد فيها بعض الأشخاص بخصوص اللغة العربية الفصحى المستعملة ضمن السينما المصرية كان الليمبي هو أشهرهم وآخرهم. كتير حذرتك، كتير انذرتك، من حسن حزنك شفتك معاه
طبعا يا جماعة الخير الموضوع ما انه يخص انتقاد السينما بشكل كامل، ولكن انتقاد فئة معينة من الناس اللي قالوا انه ما بيجيدوا اللغة العربية الفصحى ويتم استعمالها بشكل سيء ضمن السينما المصرية. هذا هو الموضوع الذي تحدث به السيد سلوم حداد. وفي مقطع آخر يا جماعة الخير بيستشهدوا بفيديو للسينما المصرية الذي يتحدث فيها الممثلين اللغة العربية الفصحى المنقى. وتقبل الصليب، هذه إجراءات تنفيذ حكم الديوان المقدس. طبيعي جدا يا جماعة الخير نشوف الأمر من طرفين، في كل مكان في السيء وفي الجيد، وفي أخبار جيدة وفي أخبار سيئة، وفي ناس بتعترف بالغلط وفي ناس ما بتحب تعترف بالغلط. ولكن اليوم يا جماعة الخير نحن عم نحكي على حدث بسبب تصريح واحد خلى بعض الناس بلش تهجم على بعض. ولكن سلوم حداد في آخر حدث له كان في الجزائر، وقامت الجزائر في أحد المهرجانات بتكريمه كأفضل ممثل عربي، وقام باستذكارنا في بعض اللحظات من محبته للوطن وحب الوطن وجيش الوطن، وقال مرحبا يا جزائر وقبل العلم. مرحبا يا جزائر. تحية لكل الجزائريين والليبيين والمغاربة والتوانسة من متابعيني في هذا الفيديو. سلوم حداد حصل على جائزة أفضل ممثل عربي في الجزائر في آخر مهرجان حصل. مساء الخير وشكرا لكم، شكرا لهذه الجمعة الطيبة التي جمعتني بكم. ولكن الأمر الجلل الذي حدث بعد ذلك هو اعتذار سلوم حداد عن الكلام الذي تحدث به بحق الممثلين المصريين. أصدقائي في مصر الغالية، تابعت ما أثير مؤخرا حول بعض التصريحات المنسوبة إلي، وأود أن أوضح بكل محبة واحترام أنني لم أقصد يوما الإساءة إلى أي فنان مصري، فمصر تاريخها العريق وفنها الراسخ كانت وما زالت منارة للثقافة العربية، ومنها تخرج أجيال من المبدعين الذين آثروا وجداننا جميعا. السينما المصرية تحمل طابعا عالميا يا جماعة الخير. وبالنهاية قال إذا أنا حسيت أنه أي شخص فيكم انزعج من كلامي فأنا أعتذر بشكل مباشر. هذا هو الموضوع يا جماعة الخير. انتوا ايش رأيكم في موضوع سلوم حداد والممثلين المصريين واللغة العربية الفصحى التي ما زلت لا أتحدثها بشكل جيد أو بطلاقة، ولكن أفضل أن أستعمل اللغة البيضاء حتى أصل إلى قلوبكم بشكل أبسط. لهم نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة. اكتبوا لي رأيكم بالتعليقات يا جماعة الخير، ولا تنسوا تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس إذا ما كنتم مشتركين. كان معكم أحمد أبو حيدر، إلى اللقاء في حلقة أخرى.